السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. في الحقيقة آخر كام فيديو في القناة كنتوا بتشتكوا وتقولوا إن الفيديوهات فيها إحباط وإن الأخبار بتوتركوا وبتقلقكوا وبتحبطكوا، وده بسبب تصريحات الوزير عن الدور الثاني والملاحق والكلام ده كله. أنا في الفيديو ده إن شاء الله جاي أغير لك المفاهيم والمشاعر المضطربة دي، ويا رب أتوفق في كده. كل التصريحات بتاعت وزير التربية والتعليم ليست إلا تهديدات وحث تربوي، بمعنى إنه بيقول كده عشان يحث وينصح الطلاب من ناحية تربوية وخلقية بان الغش صفة مش كويسة، وانه ما ينفعش الطالب يعتمد على الغش لان ده مخالف لكل القيم والمبادئ، وانه بيحرم نفسه من التعليم والتعلم الحقيقي. وده كل ما في الامر. يعني يا مستر مش هندخل دير تاني ومش هنسقط؟ هقول لك بص، ما ينفعش حد يكون بيصحح او مدرس يكون بيصحح ورقتك او اجاباتك ويلاقي اجابه صح قدام عينه ويحسبها غلط. وكمان ما ينفعش نقول على طالب انه بيغش لمجرد ان فيه اجابه متشابهه مع طالب تاني مثلا. حتى يا سيدي لو فيه مراقبة على الجروبات بتاعت الفيسبوك والواتساب والكلام ده كله، ما ينفعش انه يسقط طالب او يتهم طالب بالغش لمجرد انه مشترك في جروب او عامل لايك لصفحة على الفيسبوك. اظن ساعتها الموضوع هيبقى مضحك شوية. كلنا عارفين ان الغش صفة مش كويسة والوزير بيحاول ينزعها من الطلاب، وده شيء يحترم وياريت فعلا الطلاب تتبعه، ولكن النفس البشرية ضعيفة قدام اي مغريات، خصوصا في السن ده، ومش هينفع ما يطوعش نفسه حتى لو كان الموضوع غلط وما ينفعش. وده اللي حاصل فعلا، ان موضوع الغش غلط وما ينفعش، بس هو مش قادر يمنع نفسه. الخلاصة عشان ما اطولش عليك، محدش هيسقط الا اللي ما دخلش الامتحان، ولكن كل اللي بيتقال بخصوص الكاميرات والكلام ده كله ما بيحصلش ومش هيحصل، وما هو الا نصيحة وحث تربوي بس. الجروب بتاعنا اسفل في الوصف والديسكريبشن، هتلاقي عليه كل الاجابات والملازم والمذكرات والمناهج وكل حاجة. كمان صفحتنا اللي بننزل عليها كل حاجة اول باول هتلاقيها تحت. بس يا سيدي، ده كان الفيديو بتاع النهارده، واظن برضو اني متابعكم بقالي شهور ومعاكم اول باول، فما اظنش انك هتستخسر فيا اللايك. كمان لو انت جديد في القناه دعوك تشترك، صدقني مش هتندم، وتفعيل زرار الجرس هيضمن ليك ان كل حاجه توصلك اول باول في نوتيفيكيشن. واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.